الجنيه المصري يصعد أمام الدولار الأمريكي ليسجل 48 جنيه 36 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على القناة. النهاردة معانا أحدث وأدق تحديث لأسعار الدولار قدام الجنيه في البنوك المصرية، والنهاردة الأربعاء 13 أغسطس 2025. خلينا نشوف الأسعار بتقول إيه في بداية التعاملات اليوم. في البنك المركزي المصري سعر الدولار وصل 48 جنيه و36 قرش للشراء و48 جنيه و50 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر السعر كان 48 جنيه و40 قرش للشراء و48 جنيه و50 قرش للبيع. أما في باقي البنوك المصرية حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 48 جنيه و40 قرش، بيع 48 جنيه 50 قرش. أما في بنك مصر سجل الدولار 48 جنيه و40 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و50 قرش. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 48 جنيه و40 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و50 قرش. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار شراء 48 جنيه و37 قرش، بيع 48 جنيه و47 قرش. أما في بنك المصرف الأبو ظبي الإسلامي فسجل الدولار 48 جنيه و42 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و52 قرش. وبكده نكون وصلنا لآخر تحديثات أسعار الدولار النهاردة. وطبعا الأسعار زي ما انتم شايفين في بعض البنوك متشابهة. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات توقعاتكم لأسعار الفترة اللي جاية، ومتنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. سلام.